اهلا وسهلا، مرحبا بك. شهرك لاباس عليك؟ صح لاباس الحمد لله، عايش الحمد لله. اليوم في كل المباريات وفي كل الملتقيات وفي كل المحافل الدولية نعمل على أن تكون الراية التونسية عالية، وستبقى عالية بحول الله دائما بإرادة ثابتة وبعزيمة صلبة، وسنرفعها بكل افتخار، وسننتصر بحول الله ما دامت هذه الروح هي التي تحدونا. الثروة البشرية في تونس هي الكنز الذي لا يأفنى. تونس برجالها ونساها بأحرارها وغيرها، وسنمضي إلى الأمام وسيمضون إن شاء الله قدما إلى الأمام. لا نحب اسم تونس. الاسم هذا اللاعبين يحطوا الاسماء بتاعهم باش تعرفوا عليهم الصحفيين، ولكن نحب اسم تونس. معنى تونس. المقابلة الأولى ضد نيجيريا، سر في تونس. خيم الحزن، ما عرفناش يلعبوا في لاغوس وقتها ضد نيجيريا، ونيجيريا من الفرق القوية في أفريقيا. ومشات تونس لنيجيريا لاغوس، والتوزيع متاع خميس العبيدي ما عرفش تذكرها ولا لا. المدافع النيجيري وقتها بعد التوزيع متاع خميس العبيدي اللي كان من الوسط ومن الدفاع ينطلق الى الهجوم، في الوقت هذاك تونس ربحت 1-0 وخرجوا التونسيين، وكنت من بينهم للانتصار. ونذكر ما زالت صورة رجل شيخ وهو يرقص بشارع لحبيب بورقيبة، هذا فضلا عن الشباب. ثم جاء المقابلة ديسمبر 77 تونس وقت ترشحت 4-1، قعدت في الذاكرة التونسية، وخرجوا التونسيين والتونسيات وكنت من بينهم أيضا. انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار. ما تحبطش العزائم، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن نحب نقولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم. أو نحسبوا هذا خسرنا ربحنا واحد ونستناو في الاخر ايش باش يعمل، ونستناو في كان يعمل تعادل نترشح، وكان يخسر ما نترشح ربحنا. نلعب الكرة باش تربح، نمشي ماشي باش تربح. كما كنت تتحدث قبيله على تونس في عام 77 وعام 78 كانت كيفاش تونس كانت فرحة شعب كامل. مرة في شارع بورقيبة معنا الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي باش ننتصر، وما عادش نقولوا انا ترشحنا الدور الاول كانوا هدف. لا يكفي وفاء العهد نتاع كما حكيت المشاركه من اجل المشاركه، او شاركنا باش ننتصر. ممكن كما قلت خسرنا ضد بولونيا في ما زالت صوره حمادي العقربي في اذهان الله يرحمه وينعمه. معنا وقت تو ساعات للاسف حديث يقول لك فلان عمل لمسه سحريه، هي لمسه تاريخيه كان يذكرها، لمسات تاريخيه في وثم القذفه نتاع تميم الحزامي على العارضه، وحتى السور ضد المانيا في الوقت هذاك، وكانت تونس عراقه بشعره او شعرتين من الانتصار. والاول دوله افريقيه انتصرت، وكانت الدوله الوحيده اللي تمثل افريقيا. ان شاء الله هكا نراكم المنتصرين، وتحطوا الرايه التونسيه قدامكم، والشعب التونسي ينتظر في انتصاراتكم. وانا بالعقليه هذه مكسيك في الالعاب الاولمبيه. شوف القمودي وقت اللي يلعب في 10 متر، وكان لا فما تدريبات ولا
التحضيرات في الخارج ولا شيء، كان بالامكانيات المتاحه. وقت تونس خذت الميداليه الذهبيه، اول ميداليه في تاريخ يمكن تشوفوها قبل حتى المقابلات. الذكاء وقت في 10,000 متر ما هو كاين، وكان في ينافس فيها على المرتبه الاولى. خلاه ماشي معه خط الواحد، ولكن ثم المخزون اللي خلاه للامتار الاخيره كلها الاستراتيجيه وضحى وحده، فضلا عن الموهبه اللي اعطاها له ربي والتدريبات اللي كان يقوم بها في العدو الريفي ولكن في وقت اخذاء الميداليه الذهبيه، اخذاء الميداليه الذهبيه في اخر الامتار، معناها خرج المخزون اللي خلاه للامتار الاخيره ونجح، وكانت الميداليه الذهبيه الاولى لتونس في الالعاب الاولمبيه. مانيش مدرب ولا مختص في التدريب، ولكن حتى كي تقبل هدف ما يكونش مصدر الاحباط، هو مصدر باش يعطيك عزيمه اكبر باش تنتصر. ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله ديما تونس منتصره في كل المجالات ان شاء الله.